رز بقى بالخلطة مع السردين والبهارات. والخلطة بقى اللي أنا بضيفها جميلة ورهيبة رهيبة، مع شوية سلطة كده، مع السردين البلدي أو مع الموزة. وده طبعا موسمها، في موسم الشتاء كده بيجيلنا طول الشهر السردين. تعالوا نعمله سوا. وما تنسوش ان عندي لكم اضافة للرز جميلة جدا جدا هتعجبكم، وهتخلي كل اللي ياكل منه مش هيستنى حتى السمك. انا طبعا معايا الدقة بتاعت السردين بعد ما نضفته. دي معمولة من توم وكزبرة، حبة كزبرة بساط كده صغيرين، مع ملح، مع كزبرة وكمون وكزبرة ناشفة، مش اكتر من كده. ولو عايزة تحط شطة حطي، قرن شطة بارد حطي براحتك. طبعا انا ملحت السمك وسبته على جنب، وسبت شوية من الدقة كده. جيت عملت البصلة زي ما انتم شايفين كده، كرملتها ونزلت عليها بطماطمية واحدة. هعمل 3 كوبايات رز. عملت بصلة وسط، حمرتها كرملتها، وحطيت عليها طماطمتين 2 مبشورين. تعالوا بقى للخلطة الرهيبة ديت. قبل ما نضيف الملح، انا مش هضيف اي حاجة خالص غير شوية من التتبيلة بتاعتنا الجميلة بتاعت السردين او السمك المقلي. جربيها صدقيني، رهيبة رهيبة، وكل اللي عملها الحمد لله شكرنا عليها وقالوا جميلة جدا. عايزة بقى تبشري جزرية تحطيها او ما تبشريش براحتك. المهم انا حطيت حتة من الدقة الجميلة بتاعتنا، وحطيت معيار المية لكل كوباية رز كوباية مية. ولما تغلي انا سبت كمان حتة رهية للسلطة، ولما المية تغلي نزلنا عليها الرز بتاعنا من غير ما تصفي تتبيلتك ولا تروحي يمتها خالص. هتعجب ولادك وهتعجب اي ضيوف انت بتقدمي لهم الرز ده مع السردين. بعد كده قلينا السردين على ما الرز يستوي. وطبعا السردين بتاعنا ده صابح جاي من البحر، احنا قريبين من راس البر وبلطيم وجمصة، فالسردين بيجيلنا مش متلج. ده طبعا سردين يشبه الموزة ويشبه السردينة البلدية، جميل جدا، ينفع للتحديق وينفع تقليه وتقدميه لضيوفك، او في الايام الشتاء الجميلة اللي هي بتحتاج والسمك ده متوفر فيه. طبعا الرز بتتبيلته رهيبة جدا وعاجبة الولاد، ويا ريت تعجبكم انتوا كمان. وما تنسوش الشير واللايك، وان شاء الله يعجبكم عملنا. وتزورونا في القناة وتشوفوا تفاصيل الفيديوهات بتاعتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.